رمضان صبحي يرفض الانتقال للزمالك، ده كلام برضو منتشر وقلته كتير قبل كده. انا والله انا بقول لرمضان والله عشان خاطر الموضوع بتاع النادي الاهلي مقفول. يعني ممكن يكون رمضان عنده امل ان هو يرجع النادي الاهلي تاني. انا بقول له والله من وجهة نظري يعني موضوع صعب. عودة رمضان صبحي تاني للنادي الاهلي موضوع صعب جدا ومقفول خلاص منتهي، لان الموقف بتاع رمضان كان مختلف عن حاليا. يعني ممكن نقول عليه صغير، بس هو خلاص النادي الاهلي يا جماعه في الوقت ده عرض مبلغ كبير على رمضان وهو اختار طريقه، وفي الاخر رمضان من اللعيبه كويس. انا نفسي حتى يستقر. حرام السنين اللي ضاعت من عمره دي ضاعت. انت كسبت ناحيه ماديه وكسبت ماده وكسبت مال وكسبت كل حاجه، بس خسرت حاجات تانية، بطولات، وخسرت جماهير، وخسرت ناس بتحبك. وكان زمانك دلوقتي انا بقول لك اهو احد نجوم النادي الاهلي. يعني كان زمانك دلوقتي معمول لك تمثال في النادي الاهلي. وخسرت منتخب مصر، خسارتك للنادي الاهلي، خسارتك لجمهور النادي الاهلي، خسرت منتخب مصر. كل الحاجات دي بتاثر على مسيرتك. انت خلاص كلها 4 سنين ولا اقل من 4 سنين هتخش في سن خلاص اللي هو زي ما بيتقال الكبر. فحاول تستفاد. انا بقول لك لو في عروض من نادي الزمالك انا بقول لك روح، لان خلاص موضوع ان انت بتحاول ان انت تغازل النادي الاهلي او مجلس اداره النادي الاهلي، فالموضوع مقفول خلاص. حتى الجمهور زعلان منك. اخطات وكل حاجه، بس الموقف كان مختلف، لان في الوقت ده النادي الاهلي قدرك، جابك من انجلترا، دفع لك الفلوس، لعبت، رجعت تاني، البريق بتاعك رجعت تاني منتخب مصر. فالنادي الاهلي بصراحه ساعدك بكل ما يملك. الناس كانت بتحبك، الجمهور بيحبك، الناس بتحبك، مجلس اداره بيحبك. والله العظيم انت كنت في نعمه. الكلام ده عمره ما حصل معايا. انت في وقت يعني حتى كنت بتكلم على تصريحات المهندس عادل القيعي على كم التفاهم والجم الانسجام ما بين مجلس الاداره واللعيبه وتقدير مجلس الاداره مع اللعيبه. عندك اهو علي معلول باصابته مجلس الاداره جدد له العقد بتاعه، وفي اكتر من تقدير من محمد عبد المنعم لما طلب ان هو يمشي. النادي الاهلي حافظ على الناحيه التسويقيه بالنسبه له، وقف مع محمد عبد المنعم خلاص ورحل. فالنادي الاهلي بقى ما شاء الله الفكر اتغير والمنظومه اتغيرت، وبقى في دلوقتي في تفاوض، في اسلوب مختلف عن ما كنا بنلعب. بالتوفيق لرمضان، اتمنى ان رمضان يرجع ويعود تاني، لان هو حرام السنين دي كلها اللي عدت وهو بعيد. يعني لدرجه ان جينا في اوقات نسينا رمضان صبحي، رغم ان هو من امهر اللعيبه اللي موجوده في مصر ومن امهر اللعيبه في الفتره الاخيره في اخر 10 سنين بصراحه. كل الفتره اللي هو عدى منها دي وما لعبهاش وما ظهرش، كل دي اثرت على مسيره. فلو انا بقول له لو جالك الزمالك روح، ممكن تعيد بريقك تاني، ممكن تعيد اسمك تاني. عارف ممكن جمهور النادي الاهلي يزعل مني، بس انا بتكلم على اسم رمضان صبحي وعلى مستوى رمضان صبحي، لان فعلا من اللعيبه المميزه اللي كان ليهم مستقبل كبير جدا سواء مع النادي الاهلي او في الكره المصريه او حتى مع منتخب مصر.